كشفت مصادر داخل نادي الزمالك عن الأسباب وراء عقوبة إيقاف القيد رقم 18، والتي أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا توقيعها على النادي خلال الساعات الماضية. حسم اللقب أم عقدة تاريخية؟ علي ماهر يواجه الزمالك للمرة ال20 في ليلة تحديد بطل الدوري. لا تمثل هذه المباراة مجرد محطة ختام للموسم الحالي، بل تحمل في طياتها صراعا تكتيكيا خاصا للمدير الفني لسيراميكا كليوباترا علي ماهر، الذي يستعد لخوض مواجهته ال20 ضد نادي الزمالك. هذه المواجهة تحدد مصير لقب الدوري المصري هذا الموسم. علي ماهر يحاول كسر العقدة التاريخية أمام العملاق الأبيض. المباراة رقم 20 في سجل المواجهات بين الطرفين صراع تكتيكي يشهده ملعب الدوري المصري. الجميع يترقب هل سيتمكن علي ماهر من تحقيق الفوز الحاسم الذي قد يغير مصير البطولة، أم أن الزمالك سيثبت تفوقه التاريخي في هذه المواجهات المصيرية؟ ما رأيكم في هذا الصراع التاريخي؟ ومن سيكون له الغلبة في هذه المواجهة الحاسمة؟ تاريخ الدوري المصري مليء بالمفاجآت والإثارة حتى اللحظات الأخيرة، وتؤكد الحقائق التاريخية أن الدوري المصري عبر مسيرته الطويلة لم يكن دائما محسوما مبكرا، بل احتاج في أكثر من 20 مناسبة إلى الانتظار حتى صافرة النهاية لمعرفة البطل، من الأهداف الحاسمة في الدقائق الأخيرة إلى المعارك الملحمية على الصدارة. كل موسم يحمل قصصا جديدة من الإثارة والتشويق التي تبقى في ذاكرة الجماهير. ما هو أكثر نهاية درامية تتذكرها في الدوري المصري؟ شاركنا ذكرياتك في التعليقات. تترقب جماهير الهلال السعودي حسم العديد من الملفات الهامة داخل أروقة النادي، لا سيما فيما يخص مستقبل بعض المحترفين الأجانب وإمكانية إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات. خطط التسويق للمحترفين الحاليين ومتابعة ملفات الصفقات المحتملة. في رأيك، ما هي الصفقة الأكثر أهمية التي يحتاجها الهلال في هذا الميركاتو؟ شاركنا رأيك. كشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طموحات المنتخب الوطني في بطولة خليج 27. المسحل تحدث عن التفاصيل الخاصة بكأس السوبر السعودي وأثار جدلا حوله، كما أوضح رئيس الاتحاد دور المدير الفني وقيمة فريق الخبراء. هذه التصريحات تأتي في ظل التحضيرات المكثفة للمنافسات المقبلة. ما رأيك في تصريحات المسحال حول كأس السوبر السعودي؟ هل تؤيد فكرته أم لديك اقتراحات أخرى؟ شاركنا برأيك في التعليقات.